احفظ الصورة كلها، خلي الناس تسمع كل الكلام وهي تقيم بفطرتها وبعقلها وبدينها. أنا لقيت أحد الشباب وإحنا نطوف حول البيت في سنة من السنين، لقيت لك هذا واحد شاب أعزل من دول الشباب الكلاسيكيين اللي ما يهتم بالدليل، وين اللي دخل يقرأ الرسالة العملية، ملتهب شكله، ملتهب حواجبه، ملتهب الخلطة اللي يجيبها ب75,000، ملتهب هذني، واقف يطوف كب المقام مال إبراهيم ويبوس بيه. فهذا واحد من عندهم قال له لا تكفر بالله، لا تشرك بالله، هذا صنم. هذا ظل صافن، صار وجهه أصفر، ما عنده أي سلاح يرد. أنا بهاللحظة اجيت قلت هذا منين أدخل؟ اسمع زين. قلت له صنم في مكة؟ كان نبي إبراهيم سوى هو وابن إسماعيل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كان نبي محمد صلى الله عليه وآله والمسلمين الأوائل سووا. كان إذا صنم الحسه بمكة أبويا شلون هذا بلوى هذا صار بأمر الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الله خلانا صنم، إذا الله خلانا صنم فالله جوز لنا الشرك. قلت له وإذا مو الله مخليه فشلون باقي؟ قلت له زين أنت ما تقرأ القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بهالحركة تحولت الصفرة من وجه صاحبنا الصهب الوجه ذاك، صار هو وجه أصفر. التفت مش قال لي لا بارك الله بك، لنعم الله إن تنصر الله. خلي هذا الولد النقذ من الموقف. أنا أخذته بإيدي قلت له حصن نفسك من تجي لهيك مواطن، حصن نفسك وشوف معتقداتك وشوف أمورك بدليل لو مو بدليل. إذن إحنا حتى نفهم النقاط الأربعة البارحة اللي كررناها